يا السلام عليكم. شلونهم الأبطال؟ إن شاء الله المعنويات فولة. إن شاء الله فولة. شباب عيني، من طبيت للتفاضل طلاب السادس العلمي اخترعت منه. مو والله سهل. وانتو طلاب سلام الزيادي الأبطال، انتو أطباء. من هسه روح داوم بالمستشفى حبيبي. مباشرة نقول لهم أنا طلاب أستاذ سلام، مباشرة يعطوك الموس العمليات. قبل تعالوا نهكر التفاضل. أول موضوع بالتفاضل شو اسمه؟ المشتقات. يعني البداية طلاب التفاضل عليه 40 بالامتحان الوزاري، يعني أبو الخبزة لا تعوفوا أبد، وهو سهل جدا. يلا تعالوا نهكر المشتقات. شباب عيني، المشتقات شنو معنات مشتقات؟ نجي الدالة لو تبدي بأف لإكس لو تبدأ بواي، يعني لو يقول لك اف لإكس يساوي، لو يقول لك واي يساوي، الدالة اسمها لو اف لإكس لو واي. حلو، فهمت انه الدالة لو تبدأ باف لإكس لو تبدأ بواي. زين، من اريد اشتقها شنو الرمز اللي راح يكون للاشتقاق؟ انه هاي مشتقة، شو ارمز لها؟ يقول اذا انطاك اف لإكس تريد تشتقها، من تشتقها حط فتحة. هاي المشتقة الأولى. هسه راح نجي احنا إلى قواعد الاشتقاق، بس كرمز من يعطيك اف لإكس تريد مشتقة أولى قل له اف لإكس شنو؟ فتحة. اف فتحة المن لإكس. زين، وإذا انطاك واي يساوي، هو اسمها لو اف لإكس لو واي الدالة، قل له واي فتحة. سهلة. جيد. زين، وإذا أراد المشتقة الثانية كون انت شنو المشتقة الأولى تطلعها وراها تقول له اف المن لاكس بس فتحتين لانت شنو مشتقة ثانية. زين، واذا انطاك اراد المشتقة الثانية وانطاك واي فتحة قل له واي فتحتين الرمز مالتها. زين، والمشتقة الثالثة اذا يريدها اف 3 فتحات لاكس، واذا انطاك شنو دلالة واي قل له اف واي 3 فتحات معناتها مشتقة أولى، مشتقة ثانية، مشتقة ثالثة. إذا انطاك اف لإكس وإذا انطاك واي قل له واي فتحة، واي فتحتين، واي 3 فتحات. عرفنا الرموز. زين، نجي إلى قواعد الاشتقاق. قواعد الاشتقاق أولا مشتقة الثابت صفر. يعني شنو؟ يعني من يقول لك سؤال example جد واي فتحة، واي فتحة يعني شنو يا مشتقة أولى؟ خوش. يقول من تشوف ثابت يعني رقم، دالة ثابتة يعني بس رقم، بس رقم، قل له الواي فتحة يساوي صفر، مشتقة الثابت صفر، الرقم صفر. جيد. زين، أريد المشتقة المن الواي يساوي جذر 7، كذلك هذا يعتبر ثابت وإذا جذر ما دام رقم ماكو يمه اكس يعتبر ثابت. وشلون اشتقه؟ اقول له واي فتحه يساوي هم صفر لان رقم. جيد. منطيني نصف، النصف هم رقم بس رقم ماكو يمه اكس، كذلك المشتقة الأولى له تساوي صفر. راح ناخذ المشتقة الثانية، راح ناخذ القاعدة الثانية بالاشتقاق، وإن شاء الله كل الاشتقاقات سهلات. وهو خلينا نقول بداية التفاضل هو الاشتقاق، لازم تعرف الاشتقاق كلهن قواعد السبعة حتى نجي ندخل بمن بالتفاضل. طلابنا الأعزاء مستمرين وياكم عند القاعدة الثانية والقاعدة الثالثة. القاعدة الثانية شو تقول؟ تقول إذا انطاني واي يساوي اكس فوقا ان، الاكس ينطيك متغير حرف، تمام؟ مثلا انطاك اكس
فوقها شو ينطيك؟ ينطيك n يعني رقم. شلون نشتقها؟ هيش دالة ينطيك y يساوي هنا x فوقها رقم. شلون نشتقها؟ اقول له y فتحة يساوي هذا n اللي هنا ايش قد منطيك اياه؟ يصير بالبداية هنا معتبرنا اكو واحد فنقول n في واحد يبقى n نزل. وهذا الان الفوق انقصه واحد مثلا كان 4 يصير هنا 3. ما افتهمت مو؟ جيد. ناخذ الامثله توضح. اجاني يقول لي جد واي فتحه يعني المشتقه الاولى. جيد. خلي اشوف الداله مالته ثابته اقول لك صفر. مو ثابته هيك شكل اشتغلها مثل هاي القاعده. نجي واي يساوي اكس فوق راسه ايش قد؟ رقم. اي انا حافظ القاعده. يقول واي فتحه يساوي هاي الثلاثة تنضرب بيمن بالواحدة هنا صار 3. يعني هاي تجي بالبداية والاكس تنزل والثلاثة نقصها واحد. ليش؟ لأن نقول لي ان ناقص واحد يعني هذا الرقم نقصه واحد يصير 2. خلصت. نجي لهاي يريد واي فتحة. واي فتحة يساوي هذا الرقم يجي بالبداية يصير -4. جيد. والاكس تنزل هذا -4 ناقصه واحد. شوفوا -4 ناقص واحد اثنيناتهم سوالب نجمع هنا ايش راح يصير عندي؟ الأربعة تنزل والاكس هنا تنزل ذني نزل واحد من السوالب واجمع الرقمين يصير عندي 5. تقدر هاي الخطوة تعبرها مباشرة ما دام عندك هنا سالب فتقول -1 يطلع لك -5. جيد. هنا اذا كان عندي كسر شو اسوي؟ هسه اخذنا اذا كان عندي رقم طبيعي واذا كان عندي شنو؟ سالب. وراح ناخذ اذا كان عندي كسر. شوف علي هنا هم لقيت اكس فوق راسه رقم والرقم هو كسر. شلون اجي اشتقه؟ اقول له واي فتحه يساوي هذا مو ينضرب بالبدايه يصير عندي 5 على اليمين على 3. الاكس مو قلنا تنزل. جيد. 5 على 3 اريد انقصها واحد. شلون؟ عندي طريقه سهله. تقول اذا كان عندك كسر يعني هسه 5 على ايش قد؟ على 3. اريد انقصها واحد. اريد اقول ناقص واحد. شو اسوي؟ يقول هنا طريقه سهله. شو تسوي؟ المقام الفوق ناقص الجو البسط. تمام؟ البسط ناقص المقام. البسط ناقص المقام الجوي على المقام نفسيته. يعني هسه شلون؟ مثلا هذا بده نقصه واحد هذا بده نقصه واحد. شو اقول؟ اقول ان البسط ناقص المقام. 5 ناقص 3 2 على نفسيته 3 جوه. ها البسط هذا ناقص الجوه اللي هو المقام يصير عندي 2 على اليمين على المقام نفسه. سهل اخو. فهاي مباشرة اقول له ايش قد؟ 2 على 3. هنا كتبناها للتوضيح. خلصت القاعدة الثانية اللي هي إذا انطاني x فوق راسه n يعني رقم. وطيتكم إذا كان رقم وإذا كان سالب وإذا كان شنو؟ إذا كان شنو شباب؟ إذا كان عندي كسر. جيد. بعد عندي نقطة رابعة خلي أذكرها. مثلا نقطة رقم 4 y يساوي جذر الثالث جذر تكعيبي الأكس تربيع. هذا
هو اعتبارا شنو؟ اعتبارا اكس. هذا الفوق الدليل اسمه الدليل، فوق الجذر اسمه دليل، يصير جوا، وهذا الأس يصير فوق. صار عندك نفس هاي اللي أخذناها، تشتغلها نفس شنو؟ هذا الترتيب. شلون نقطة رقم 3 بالضبط؟ من تجيك جذر سوي لها تعديل أول شيء، حط الفوق مقام، وهذا العدد اللي هنا ينطيك إياه خليه فوق، راح يصير عندك شنو؟ دالة أسية تشتغلها مثل ما اشتغلنا نقطة رقم 3. نجي القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة نفس القاعدة هاي بالضبط، ماكو أي اختلاف، بس شنو الاختلاف البسيط؟ إنه هنا ينطيك رقم، كان ما ينطينا رقم هنا. شوف ما ينطينا رقم، قلنا هنا 1 يقول 3 في 1 طلع 3، هنا راح يعطيك رقم تقول 3 في الرقم اللي يعطيك إياه، ونفس الترتيب هذا بالضبط. يعني يقول إذا أنطاك واي يساوي رقم اكس فوق راسه رقم، تقول شنو؟ ان في، يعني تضرب شنو؟ الان في اي، هذا ضربه بي من بالرقم اللي معطيك اياه، وكذلك تنقص من الان 1، نفسها. يعني هاي القاعده وهاي القاعده انا اعتبرها قاعده واحده. ينطيك هنا ما ينطيك رقم تشتغل هذا في هذا، انطاك رقم تقول ان في ايش قد مثلا ينطيك الرقم اللي هنا تضربه به، اللي هي القاعده راح نشتغل عليها. يقول جد الواي فتحه منطيك واي يساوي 5 اكس اس 2. هنا ننطاك اي اللي هو هذا الرقم، شوف شو نسوي؟ نقول 2 في 5، يعني واي فتحه يساوي 2 في 5. قبل اكتب 10 اكس ينزل، بس ايش بيه الاكس؟ الفوق راس الاكس ينقص 1 يبقى بس 1. نجي لهاي كذلك انطاني اكس فوق راسه رقم، وهنا اكو اي اللي يعني رقم بصفه، نفس هاي القاعده. يعني نقول سالب 3 في 4 سالب 12، طبعا نقول واي فتحه يساوي سالب 12، هذا في هذا ضربناه سالب 12. هالدور نقول اكس سالب 3 ينقص 1 يصير سالب 4. شوف سالب 3 ناقص 1، نزل 1 من السوالب ونجمع سالب 4. عند النقطة رقم 3 شو تقول؟ هنا ما انطاك، هنا معناته 1 إذا ما انطاك، معناته شنو؟ 1. فهنا إذا انطاك رقم بصفه فقط اكس، شو تسوي؟ تقول له واي فتحة يساوي، هنا فقط الخمسة تكتبها، يعني بس 5 الناتج. ليش؟ لأن هسه تقول 1 في 5 5، وهنا الاكس ينزل، تمام؟ هذا الواحد ناقص 1 يطلع 0، وأي كمية فوقها 0 يساوي 1، يعني 5 في 1 يساوي 5. احنا شو نسوي؟ مباشرة شو نشوف؟ نشوف رقم صفه بس اكس ماكو شيء، نقول له قبل المشتقة 5 مباشرة. مثلا انطاك واي يساوي 7 اكس، شو تقول له؟ واي فتحة المشتقة يساوي فقط 7. خلصنا أول 3 مشتقات، راح ناخذ المشتقة الرابعة، القاعدة الرابعة والقاعدة الخامسة. انتظرونا. طلابنا الأعزاء، عندي النقطة أو القاعدة الرابعة هي مراجعة للأولى والثانية والثالثة. يعني شلون؟ يعني راح ينطيني شنو؟ جمع وطرح، تمام؟ وينطيني هاي عليه من عليها قاعدة، على الأولى ثابت صفر يطير، هاي يا قاعدة، هاي الثانية تمام اللي هي هنا x اس n، هذا ينضرب هنا بالواحد وهنا ينقص 1، هاي عليها قاعدة الثالثة لأن ينطاني هنا أي، تمام عيني؟ فهي مراجعة الأول 3. تمام. المشتقة توزع على الجمع والطرح. جيد. نجي انطاني هاي بينات الجمع والطرح، أريد المشتقة الأولى، أقول له واي فتحة يساوي مشتقة الثابت صفر، يعني الطير ما نكتب حتى صفر هنا، ما يحتاج، مجرد انه هو ثابت ما نكتبه، مشتقته تروح صفر.
هنا ايش عندي؟ اكس اس 3. هذا مو ينضرب هنا صار 3 اكس، وهذا ينقص 1 صار عندي ايش قد؟ 2. خوش هدول نشتق هاي. شوفوا هنا القاعدة الرابعة كل من تشتقها على كتر. شو تسوي هسه شباب؟ هاي الأربعة تنضرب بمن بهاي، صار عندي سالب 3 في 4 12، والإكس هنا نقصها 1. شو صار عندي؟ إكس أس 3. جيد. نجي لهاي شلون نشتق هاي؟ طبعا هنا منطيني طوالية بينات جمع أو طرح على القاعدة رقم 4. أقول له واي فتحة المشتقة الأولى هاي عليها قاعدة، على الثانية هذا نضربه هنا ونقصه 1. 3 اكس بس ايش قد؟ 2 لأن نقص 1. جيد. هذا ينضرب بمن؟ بهذا سالب سالب موجب، 2 في 4 8. تمام يعني؟ والإكس ينزل، هذا الفوق ينقص 1 هو سالب 2 نقصه 1 يصير سالب 3. جيد. زائد من ايش قلنا لك؟ قلنا لك اذا عندك رقم واكس من تجي تشتقه بس الرقم ينزل، لان هذا قلنا يصير صفر والاكس الصفر يساوي لي 1 بس مجرد الرقم النزله. اما هذا مشتقته صفر فما اكتبه. خلصت. هاي القاعده رقم 4. راح نجي للقاعده رقم 5. القاعدة الخامسة شو تقول؟ تقول إذا لقيت واي يساوي دالة بين قوسين فوقها شنو؟ n يعني رقم. دالة بين قوسين فوقها رقم. شلون نشتقها؟ يقول تجيب هذا الرقم تنزله قبل القوس. خليته قبل القوس. يقول الدالة نفسها تنزل هي وقواسها خوش، والفوق ناقصة 1. سهلة. شو يعني؟ يقول واي فتحة يساوي، هاي علمنا على القاعدة الخامسة لأن قوس مرفوع على قوة. يقول هذا الخمسة يصير بالبداية، هذا الخمسة. يقول القوس نفسه ينزل، الدالة نفسها تنزل. ويقول الخمسة تنقصها 1 تصير 4. هنا شباب في مشتقة نزل هنا لازم نكتب في مشتقة داخل قوس. يعني هنا منقص هذا خليته بالبداية وهذا نزلته نقصته 1. هذا في مشتقة داخل قوس هنا، يعني هذا اشتقه بصفه. مشتقة الاكس اس 3 تصير 3 اكس اس 2. تمام. ناقص تنزل. مشتقة الاثنين اكس تبقى فقط شنو؟ 2. تمام. لان قلنا مشتقة رقم بصفه اكس فقط الرقم ينزل، اما هذا صفر. فشوف عن سوينا نزلنا هذا بالبداية ونزلت الدالة، هذا نقص 1 في مشتقة داخل قوس. هاي شو اسمها؟ مشتقة داخل قوس. نجي للمن هاي. هاي على اساس فيها كي منطيني جذر. احنا من نشوف جذر مو تربيع، التربيعي راح اخليه حالة خاصة بالاخير. جذر تكعيبي هنا 5 هنا 6 7 8 9 10 ارجع الاصله. ارجع وين؟ الاصله. اذا كان عندي قوس انزله هنا جوا الاس مال، وعندك قوس فوقه اس يصير جوا هنا. تمام. واضح؟ جيد. هنا شو تسوي؟ تقول هذا ارجع الاصله يلا شنو اشتغله؟ هذا جذر امسحه. تمام. بس بمكان يعني جوا الخمسه هاي راح تصير هنا عندك كانت 3 تخلي 3. صار عندك القاعده رقم 5 اللي هي شو تقول؟ تقول قوس فوق راسه شنو؟ ان رقم. زين هنا منطيني شنو؟ الان كسر. ايش اسوي؟
أقول واي فتحة يساوي. شلون تشتق إذا كان عندك قوس؟ يقول ضرب هذا بمن بالبداية، صار عندك 5/3 وتنزل نفس الدالة نفسها. وهذا من ناقصة 1 شلون علمناك شلون تنقصه 1 الكسر؟ تقول الفوق ناقص الجوه، فوق ناقص الجوه، مقام الباص ناقص المقام، ايش قد 5 تروح 3 يبقى 2 على نفس المقام. في شنو مشتقة داخل قوس، هاي تشتق لي اياها بالاخير، تقول له 5 مشتقتها شنو؟ 5 x ناقص 6 فقط. خلصت القاعدة الرابعة والخامسة. عندي فقط القاعدة إذا شنو ضرب دالتين وإذا كان عندي الدالة كسرية. طلابنا الأعزاء، عندي آخر قاعدتين اللي هي القاعدة السادسة والقاعدة السابعة. القاعدة السادسة يقول لي إنه الدالة ينطيك إياها هي ضرب دالتين، دالتين ينطيك بيناتهم ضرب، مشتقة حاصل ضرب دالتين، يعني شنو؟ ينطيك واي يساوي دالة بدالة، تمام؟ دالة بدالة. ممكن ينطيك قوسين لازم اثنيناتهم يشبيهن، بيهن اكو اكس اكو حرف، هاي تعتبر دالة وهاي تعتبر شنو؟ دالة ثانية. هاي دالة وهاي دالة، بيناتهم شنو؟ ضرب. شلون نشتغل هيج دوال؟ شوف، هاي هسه دالة وهاي دالة، تمام؟ هنا هاي الأولى، نقول الأولى في مشتقة الثانية، يعني هاي الأولى تنزل في مشتقة الثانية، زائد الثانية، يعني أقصد الدالة الثانية اللي هي هاي الثانية في مشتقة الأولى، يعني الثانية تنزل في مشتقة هاي نشتق الأولى. خلصت. نجي ناخذ مثال على ذلك. انطاني واي يساوي دالة بدالة بيناتهم ضرب، إذن القاعدة السادسة اللي هي حاصل ضرب دالتين. يريد المشتقة الأولى، قل له واي فتحة لأن جاي اشتق مشتقة أولى، أقول له الأولى حسب هاي الأولى، هاي الأولى تنزل في، أو تكتب في الأولى في مشتقة الثانية، أو ما تخلي ضرب بس مجرد أقواس ماكو أي مشكلة. شوف الأولى هاي في مشتقة الثانية، شوف في مشتقة الثانية، مشتقة الثانية شنو؟ فقط 6، لأن هاي صفر هاي بس 6 إكس، قلنا فقط ناخذ الرقم، زائد، شوف زائد الثانية نفسها تنزلها، هاي نفسها، بين قوسين خليها في مشتقة الأولى. مشتقة الأولى شنو؟ هاي الأولى مشتقتها شنو؟ 4 في 2 8 إكس أس إيش قد؟ 8 إكس أس إيش قد هنا؟ أس 3 تنقص 1 ناقص فقط 3. ليش؟ لأن مشتقة 3 إكس فقط 3. هاي خلصت شباب، تمام؟ بيها شي هاي؟ ما بيها. نجي إلى كذلك عندي شنو؟ ناخذ مثال ثاني حتى يتوضح، ماكو أي مشكلة، ناخذ مثال ثاني. هسه جتنا قوسين، مرات ما تجينا قوسين. تجيني مثلا x تربيع في
2 اكس تكعيب. هاي دالة وهاي دالة، لأن بيناتهم شنو ضرب، هاي تعتبر دالة وهاي تعتبر دالة، لأن اكس تربيع مو نفسها اكس تكعيب، تختلف، فتعتبر هاي الأولى وهاي تعتبر شنو الثانية. من أجي أريد أشتقها، أقول الأولى هاي في مشتقة الثانية. مشتقة الثانية 3 في 2 6 اكس اس قد اس 2 يعني تنقص 1 زائد الثانية. شوف الثانية نفس هاي الثانية تنزل 2 اكس 3 في مشتقة الأولى. في مشتقة الأولى، مشتقة الأولى هي 2 شنو؟ 2 اكس. واضح شباب؟ ما بها أي مشكلة. جيد. بعدين هاي تتبسط، احنا عندنا نقدر نقول هاي 6 تنزل هنا اثنيناتهم شنو؟ اكس تربيع اكس تربيع. عند الضرب تجمع الأس تصير 4، جمع ينزل 2 ب2 4 ضربهم، وهاي هناك 1 عند الجمع شنو؟ عند الضرب تجمع الأسس 3 و1 تطلع لي 4. تمام عيني؟ هنا ما دام عندي نفس القوة أقدر أجمعهن. 6 ب4 تصير عندي 10. واحد من ذني أنزله بالجمع، واحد من هذي ينزل ونجمع فقط المعاملات. هاي القاعدة السادسة أخذنا مثالين عليها كلش كافي. راح ناخذ القاعدة السابعة اللي هي عند قسمة. هسه أنا عندي ضرب، شوف ضرب دالتين. هسه راح نجي ناخذ إذا كان عندي قسمة دالتين. شوف عيني، قسمة عندي فوق وجوا اكو دالة، شلون اجي اشتقها؟ اجر خط كسر، اقول المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. مشتقة المقام. على المقام تربيع. المقام تربيع يعني المقام هذا ينزل في مشتقة الفوق ناقص من القانون البسط هذا في مشتقة المقام هذا الجو نشتقه على المقام هذا نفسه نخلي له تربيع. مثال على ذلك، اجي واي فتحة يساوي جر خط، هذا بسط ومقام، اذا قسمة دالتين. نقول شنو حسب القاعدة؟ المقام وين المقام؟ هذا بسط هذا مقام، المقام ينزل نفسيته. شوف هنا 5 اكس ناقص 1 في مشتقة البسط هذا فوق مشتقة البسط. شو يساوي؟ 2 في 2 4 اكس زائد ايش قد؟ 3. هذا الاشتقاق مالته فقط 3. تمام؟ هاي في هاي تمام يعني 4 اكس ناقص 1 هذا من اجل اشتقه 3 اكس فقط 3. هسه شنو؟ هالدور ناقص. هسه اخذنا البسط عفوا المقام اللي هو هذا في مشتقة البسط ناقص البسط هذا الفوق اللي هو شنو؟ 2 اكس تربيع ناقص 3 شنو؟ اكس. المقام تمام يعني او البسط في مشتقة المقام. مشتقة شنو؟ هذا الجو اللي هو ايش قد؟ فقط 5. على المقام تربيع يعني الجو 4.
تربيع فقط أخلي 2 فوق القوس. سوينا سهلة. المقام اللي هو هذا في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام الجوة تربيع، تخلي قوس فوقها 2. هذا الاشتقاق بالنسبة لمن؟ بالنسبة إذا كان عندي كسرية بسط ومقام قسمة دالتين. شباب أنا عندي فقط ملاحظات حول إذا كان عندي جذر تربيعي. احنا أخذنا الجذر بس مو تربيعي. إذا كان عندي تربيعي إلى قانون خاص بي، فما تعتبر إنه هي القاعدة الثامنة، لكن نعتبرها حالة خاصة. انتظروني فقط، وهاي آخر شيء إن شاء الله يخص المشتقات. طلابنا الأعزاء، عندي آخر شغلتين تخص المشتقات، وبذلك احنا ضبطناهن ما عندنا أي شيء بين. ماكو شغلة عقبناها تخص المشتقات. عندي إذا انطاني، طبعا هاي حالة خاصة وليس قاعدة، إذا كان عندي مشتقة جذر تربيع، يعني جذر شبيه تربيع 2 هنا 2، شلون نشتقه؟ احنا أخذنا ذا 3 ايش قلنا؟ نراجع الأصل. بس إذا 2 نقول واي فتحة يساوي مشتقة داخل قوس، يعني داخل الجذر العفو، هنا نشتقها داخل الجذر على 2 في الجذر نفسه. خو سهلة. نجي لهذا، يريد من عندي المشتقة الأولى. تمام يعني؟ شو أقول له؟ مشتقة داخل قوس، مشتقة هذا داخل جذر، شلون نشتقها؟ 4 في 2 8 اكس اس 3 تنقص 1 الفوق ناقص ايش قد؟ ناقص 3 فقط. ايش قلنا؟ قلنا 3 اكس فقط 3. هذا شلون نشتقه؟ نقول نضربه بهذا ونطرح منه 1 الفوق. اشتقينا الفوق على 2 من عندي على الجذر نفسه. شوف نفس الجذر، يعني هذا نفسي الاصلي 2 اكس اس 4 ناقص 3 اكس. خلاص إذا كان عندي جذر تربيعي. نيجي ملاحظات حول إذا كان عندي قسمة شنو؟ يعني عدد على عدد. في حال القسمة عندي ملاحظتين مهمات جدا. يقول أولا ملاحظات، أولا إذا كان عندك متغير يعني حرف وجوه عدد، شلون تشتقه؟ هذا ما تشتقه على المشتقة الكسرية اللي هي قسمة، لا، تشتق فقط، نشتق فقط البسط. يعني شلون هسه هاي واي فتحة يساوي فقط هذا اشتق الفوق، يصير عندك 4 بس 3 صح؟ على اليمين هذا ينزل نفسيته. يعني إذا كان عندك متغير على عدد هذه ليست كسرية. كثيرة حدود هاي. شلون؟ هذا ما لك علاقة به، تنزله الفوق تشتقه اشتقاق، هذا في هذا في 1 وهذا تنقصه 1. خذناها هاي وصلت. زين وإذا كان متغير جوا وفوق اكو عدد، هاي لا، هاي شنو؟ تعتبر كسرية. زين شلون نشتقها؟ يقول نصعد المتغير. تمام يعني؟ نصعد المتغير فوق هنا. بعدني ما مشتق، انا لحد الان ما خليت فتحة لان بعدني ما مشتق. راح يصير عندي 5 من صاعدة، مو بكيفي، لا هاي تتغير تصير سالب 3. صارت عندك هسه يا قاعدة رقم 3 اللي هو شنو؟ تضرب هذا بهذا. تمام يعني؟ هسه راح نشتغل نقول فتحة سالب 3 في 5 سالب 15 اكس، هذا تنقصه 1 يصير سالب 4. خلصت جميع قواعد المشتقات. انتظرونا بالحلقة الثانية اللي هي تخص الدوال الدائرية. مع السلامة.